شنو صار في ماتش الريال وعلاش الاربيتر عمل هكا بيديه؟ بعد بونتو فينيسيوس البارح واحتفاله اللي اعتبروه برشا من الناس استفزاز للجمهور، وقف ماتش الريال وبنفيكا لاكثر من 10 دقائق بعد تفعيل بروتوكول العنصريه. فينيسيوس بعد البونتو دخل في مناوشات مع بريستياني جوار بنفيكا اللي غطى فمه بماريولو قبل ما يحكي مع فينيسيوس، ولهنا فينيسيوس يمشي للاربيتر ويتهم جوار بنفيكا بانه قال الفاظ عنصريه، وحتى من مبابي وجوارات الريال اللي كانوا بحذا فينيسيوس ساعتها اكدوا هذا. وقتها رينا الاربيتر عمل علامة اكس بيديه ووقف الماتش، وكانت هذه الخطوة الاولى في بروتوكول العنصرية وين يصير تحذير للجميع. ماتش ريال البارح رجع، اما في حالة اخرى اذا استمرت العنصرية فانه الاربيتر ينجم يوقف الماتش مرة اخرى ويطلب من الجوارات انهم يدخلوا الفيستيرات وبعد يرجعوا يلعبوا، واذا استمرت مرة اخرى الالفاظ العنصرية فانه الاربيتر عنده الحق انه يلغي الماتش وتعتبر ليكيب اللي تسبت في هذايا هي الخاسرة. فينيسيوس البارح كان ذنبه الوحيد انه احتفل قدام جمهور بنفيكا، الحاجة اللي تصير في 99% من ملاعب العالم. بعد الماتش فما برشا آراء تقول انه احتفاله كان مبالغ فيه، اما حتى لو كان هذا صحيح فانه هذا ما يبررش اللي صار.